السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إبراهيم العزب للعملات القديمة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن العملة ال5 جنيه والسر اللي في العملة بتاعت ال5 جنيه وبيعها. يعني إن شاء الله هنعرفكم أنهي عملة اللي مطلوبة وإيه الرقم المميز اللي مطلوب في العملة. تمام. طبعا احنا في ضمن الأمر بنتكلموا عن العملة اللي هي الحديثة وبعد كده اللي أقدم منها. طبعا في عملات أقدم من ال5 جنيه بكتير تحت، بس احنا بنتكلموا في حاجات مطلوبة، يعني حاجات معينة. تمام. طبعا اللي هي العملة ال5 جنيه اللي هي الحديثة دي، اللي هي 2024 والكلام ده كله، طبعا دي مش مطلوبة عشان يبقوا عندكم خلفية اللي هي فيها علامات البوسفورية دي. تمام. هنيجي بقى للي هي أساسا العملة المطلوبة وليها شرط معين. انت ممكن يكون عندك منها بس مش المطلوبة. طيب عايزين نعرف ايه بقى الشرط او الميزة المطلوبة في ال5 جنيه دي بالذات. اولا ال5 جنيه دي القديمة اللي هي من غير علامات بوسفورية، وزي ما اتفقنا الرقم بتاعها اللي هو ده. حلو. ما علينا من الرقم ده بقى، احنا اهم حاجة عندنا الرقم ده بيبدأ من 100 ل 200 300. المهم اي رقم قدام منه صفرين زي ده كده، 100 200 300 400 500 وانت طالع، اهم حاجه يكون قدام منه الصفرين دول. تمام. دي مطلوبه، العمله دي هي اللي مطلوبه. اتفقنا. يبقى احنا بندوروا على ايه؟ العمله المطلوبه اللي هي القديمه، اللي هو التاريخ بتاعها ده مش نفس التاريخ، يعني نفس الايه الستايل ده كده، نفس الايه الارقام دي كده. يبقى احنا فهمنا كده ان المطلوب مننا العملة دي بس تكون موحدة في الرقم الاولاني وبعد منها الصفرين. تمام يا جماعة. هي دي العملة المطلوبة اهي. طبعا العملة المطلوبة اللي هي عليها العلامات اللي هي علامات الشمس اللي انتوا شايفينها كده، اللي هي العملة القديمة اهي. العملة الجديدة ما فيهاش علامات الشمس اهي يا جماعة، فيها نقط، فيها نقط. احنا عايزين دي العملة دي، والشرط اللي احنا قلنا عليه ان يكون الرقم ده موحد مكان التلاتة كده موحد. يعني مثلا ايه 100 200 300 زي ده كده، مثلا 400 500. المهم يكون رقم الاولاني ده، الرقم الاولاني ده بنفسه وقدام منه صفرين، قدام منه صفرين. تمام. هي دي العملة المطلوبة، ويكون التاريخ بتاعها او تاريخ العملة بتاعتها اهو زي كده، ما يبقاش زي كده موضح زي دي كده 2015 5 2024. لا، احنا عايزين ده التاريخ، الارقام اللي زي دي، الارقام اللي زي دي. بس الشرط ان هو يكون لما اتفقنا هنا الرقم ده يبقى بدل التلاتة مثلا 300، نبدأ مثلا من 100 200 300 400 وانت طالع. المهم يكون رقم وقدام منه الصفرين. تمام. هي دي 5 جنيه المطلوبة حاليا، ومطلوبة بسعر عالي جدا. وان شاء الله هبقى اقول لكم على ميعاد الخبير اللي بيجي في 3 اماكن يا جماعة. في ناس كتير بتسألني اتابعها فين واجيبها منين. في خبير بيجي شهر 10 بيجي في 3 اماكن في مصر: اسكندرية، القاهرة، الاقصر. واول ما بيجي
حبايبنا بيعلنوا، بيتصلوا بيا بيقولوا لي مثلا جه فين وميعاده امتى، وهنزل لكم فيديو مش مخصوص بالاماكن بتاعته ومكانه متواجد فين. وان شاء الله هنحاول ايه نتواصل مع بعض عشان ايه نقدروا ايه اللي معاه حاجه زي كده ربنا يكرمه بيها يعني. تمام. طبعا العمله دي على يعني القيمه بتاعتها عاليه، القيمه بتاعتها عاليه، ما تقلش عن 5000 جنيه، ما تقلش يعني بالحاله دي كده خمسه. الحاله اللي انتوا شايفينها دي اهي، شايفينها فيها حته كمان اهي خمسه. طبعا خمسه دي انا بتكلم في الحدود اللي ايه، ما بقولش بقى ايه دي تعمل 100000 و200، لا 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 لا، الحاجه اللي بتتباع قدام مني. بس لما بيجي الخبير هو اللي بيتمن، مش انا اللي بتمن، انا ما اعرفش. بيجي يقول لي دي بكذا ودي بكذا، واخدين بالكم. وان شاء الله باذن الله اول ما هيجي هعلن لكم ميعاده بالظبط امتى وموجود فين حاليا. وكل محافظه او كل واحد قريب من المحافظه اللي تبعها هيتوجه عليه. تمام. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوناش بالاشتراك واللايك يا جماعه عشان يوصل لغيركم والقناه تكبر لينا وليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.